السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم يا حبايب قلبي في مطبخ آية وخديجة. النهاردة إن شاء الله هنضف لكم السمك من الألف للياء، للبنات الصغيرة، للي ما بيعرفش ينظف. لو شفتوا القرمة اللي الراجل بينظف عليها قسما بالله ما هتدوق السمك تاني. أنا ولا بنضف السمك هناك ولا بشويه عند الراجل، أنا بجيبه مقفول كده زي ما هو. جبت لكم النهاردة، لقيت الراجل جايبه طازة بتاع اسمها إيه البلد ديت، القناطر الخيرية. راجل بيقف عندنا في السوق، جميل جدا، طازة اهوت وجبت بوري عشان اللي ياكل بوري واللي ياكل بلطي. اهو جميل طازة اهوت، هنضفه لكم. يكون معاكي مقص حامي. بسم الله. انا مش اقص قوي، عشان ايه؟ انا هشويه كده. تقصقصي كل الزيادات دي الاول، تقصقصيها بالمقص، سهلة جدا اهي. ما بتاخدش حاجة، وتمسكي دول كده اهو، ما بياخدش اي حاجة اهو. وتقص دي كده، قصينا الزيادات كلها. ما نفتحوش بقى الا ما نخلص خالص القص. نقصقصه كله كده بنفس الشكل ده. هعمل لكم واحده بوري برضو كده، الديل مش قوي، وتقص الزيادات دي عشان انا هشويه كده. سهل جدا، ولا تنضفه عند الراجل ولا حاجه، تبقى حاجه نظيفه. وطبقك وحاجتك اللي انت بتغسلها مش هيغسلوا زي ما احنا بنغسل كده. احنا كده نضفناه اهو. هفتحه لكم، تقوموا ماسكه بالمقص كده اهو، اهو للاخر. هتقوم جايه فاتحه دي كده اهي، تفتحي قلبه كده وتنزليه في الميه اهو. تيجي كده عن الغشوش ده تشيليه بايدك كده كله اهو. تشيليه كله كده، هتلاقي ايه؟ القلب ده اسود كده. هتقوم سايبه الميه عليه كده، وهوريكم هنغسله ازاي عشان ما يبقاش فيه مراره اللي هي بتاعت بطن السمكه. هتيجي على دي كده تنضفي جامد 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 عادي بايدك، بايدك في الاول، وتمسكي الرغشوش كده اهو، تفضيه من كل اللي فيه. احنا بنحط الراس بس عشان تحمي السمكه، مش بنحطها عشان حاجه، بنحطها عشان تحميها واحنا بنشويه. احنا هناكله مشوي، انتوا هتقشروه، انا مش هقشره. هوريكم تقشر ازاي برضو. عشان ايه؟ كده فرشه زي دي، اي فرشه عندك، فرشه سنان تجيبيها ب5 جنيه من الصيدليه كده، واحطها بصوا في الملح، واعمل السلسله دي كده اهو. شفتوا؟ شوف طالعه عامله ازاي اهي. هتعملوا بنفس كل السمك بنفس الطريقه دي كده اهو، اهو لحد ما السلسله بتاعت السمكه تبقى بيضه زي الفل اهو. كل شويه تلاقيها ايه، وتعصيها ملح تاني. تبقى الله يكون جنبك طبق فيه ملح اهو كده. هعمل لكم برضو واحده ايه بولتي بوري برضو بنفس الشكل اهو، وهوريكم السلسله بقى عامله ازاي. والحته الناعمه دي ما تعملهاش بالفرشه، بايدكم كده تحطي فيها شويه ملح وتغسليها برضو كده. وهوريكم اللي انتوا هتعملوه سنجاري هتعملوه ازاي، عشان انا هشويه اهو. شوف لسه بتجيب دم ازاي اهو. هتجيب اللي هتعمله سنجاري بقى، بتيجي بعكس اتجاه القشره وتجردي بالسكينه. انا مش هجرده ده عشان انا هشويه، احنا بنحبوش مقلي. هوريكم بقى هعمل ايه. ادي طبق فيه ميه ودقيق، ميه ودقيق وملح. ما تحطوش خل، السمك ما بيستحملش الخل. على ما تخلصي خالص هتلاقي كله نزل كل اللي فيه. بعد ما تخليه زي الفل كده اهو يا حبايبي، نضفتها كلها وشلت كل اللي فيها اهي زي الفل. والراس فاضيه خالص ما فيهاش اي حاجه، شلت كله. لسه فيها حته صغيره اهي هشيلها اهي كله اهو. بتشيليها كده، تحطيها في قلب الميه اللي بدقيق وملح. دقيق يعني كميه كبيره، مش اي كلام، كميه كبيره دقيق. افتح لكم بقى واحده بولت عشان ابقى اوريكم الاثنين. تمسكيها برضو كده، انا مقصقصاها قدامكم اهو، اهو اهي. اللي عملناه في البولت في البوري هنعمله في البولتي. تنزلي كل ده كده، وتمسكي برضو النقشوش طلعيه كله، ما تسيبيش فيه حاجه. انا قلت لكم انا بسيب الراس عشان بس تستحمل في الشوي. وهوريها لكم برضو. عايزين تشيلوه في الفريزر متبل براحتكم، عايزين تعملوه في ساعتها تبلوه براحتكم، دي حاجه ترجع لكم انتوا. كده برضو تجيبي ملح برضو وتعملي كده الجناب كده في الملح بايدك. الحته السوداء دي كلها ايه، من مكان البط هتلاقيها نزلت معاكي.
تمسكي الفرشه برده كده وتعمليها كده كده اهو، اعملها بالعكس كده. لما تبقى السلسله معاكي بيضه زي الفل. برضو مش هقشره عشان انا بشويه. هخلص الكميه كلها وارجع لكم. اهو يا حبايبي خلصت الكميه كلها. شفتوا الميه بقت لونها عامله ازاي؟ قلبت للون البامبا شويه كده. شفت من الدقيق اللي انا حاطاه فيه. هغسله بقى واحده بواحده تحت الحنفيه. اهو يا حبايبي بعد ما غسلته لكم بالميه والدقيق والملح وشيلته، غيرت الميه عليه 3 4 مرات، وبعد كده غسلته على تحت الحنفيه الميه الجاريه، وحطيته في المصفى يتصفى، وهوريه لكم من جوه. بسم الله ما شاء الله. شوفوا جميل ازاي كله. والبولتي اهوت اهو. انا ما قشرتوش، هتلاقوه غامق شويه، انا ما قشرتوش. لا اللي هيقليه ولا يعمله سنجاري تقشري بالسكينه عكس اتجاه القشره ويشطفيه. بس انا عشان هشويه، احنا ما بنحبش المقلي، فعشان كده هعبيه في اكياس واوريه لكم. عايزين تتبلوه وتشيلوه متبل براحتكم، عايزين تشيلوه كده براحتكم. بس لو شلتوه متبل هتطلعيه لازم يفك كامل. انما لو شلتيه مش متبل هتضطري تحطيه في ميه وتشطفيه تاني وبعدين تتبليه. الحاجه اللي تريحك اعمليها. هعبيه في الاكياس واوريه لكم. اهو يا حبايبي انا كيست اهوت، كل واحد على حسب عدد افراد الاسره. عايزه تحطي عدد افراد الاسره 2 3 4. بسم الله ما شاء الله. عملوا ايه؟ كيسين بولتي وكيسين بوري. دول انا جايبه كيلو بوري وجايبه 2 بولتي. براحتكم بقى، حط اللي يناسبك. عايزه تتبليه تبليه، انا ما تبلتوش. انا عامله لكم التتبيله قبل كده وشويه لكم السمك قبل كده. دي انا ما تبلتوش. عايزه تتبليه تبليه براحتك، حاجه ترجع لك انت. وحطيه في الفريزر وطلعيه، واول ما تطلعيه ما تحطوهوش بره في المطبخ. بيتيه، ده انا سامعاه من دكتور، بيتيه على الرف. اي حاجه مجمده طلعيها على الرف، حطيها في طبق، وبعد كده الصبح اول ما تصحي من النوم طلعيها حطها في المطبخ. يعني ما طلعها من بالليل حطها في طبق على الرف في التلاجة. ولو عجبتكم التنظيف بتاع السمك بتاعنا بتاع النهارده، ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو وشير عشان الكل يستفيد، وتعملوا اشتراك عشان يوصل لكم منا كل جديد. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامه.